السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده اللي هو كده يعني روتين حاجة على السطح كده. بصراحة انا يعني اللي هو بصوا يا بنات، انا بصور حلو يعني اصور روتين عادي، واصور روتينات كتير ماشي، وامنتج بقى وكده، والمونتاج بالنسبة لي بيبقى حاجة صعبة والله مش سهلة. وبيبقى عندي فيديوهات كتير كتير والله، عندي على الكمبيوتر كتير، وعندي على التليفون كل شوية يقول لي يعني ايه ان المساحه اتملت، فارجع اخد الفيديوهات اللي انا مصوراها افضيها على الكمبيوتر وارجع اصور تاني. الفكره ان انا يعني ما ببقاش عارفه اظبط اللي هو ايه الكلام، ما بقاش عارفه اظبط الفيديوهات على بعض الاول. غير كده ما بعرفش يعني، بيجي وقت ان انا اتكلم على الفيديو ده بصراحه بيبقى بالنسبه لي يعني ايه ممكن محرج شويه، لاني طبعا مش متعوده يعني وكده. مش ببقى عارفه برضو اقول ايه تمام. بس انتوا والله بتشجعوني يعني، انا كل ما بلاقي بصوا انا برضاش هنزل الفيديو ده متصور عندي من يوم الجمعه تمام، مش راضيه انزله، مش عارفه مش قادره يعني. لقيت كومنت لذيذ كده من واحده عسل، يعني ربنا يا رب يسعدك يا رب كده. فبتقول لي يعني نزلي واحنا معاكي وكده، فقمت منزله الفيديو. غير برضو في حد عندي يعني اسمه ملك، انا بجد انا عمري ما هنساكي يعني، حتى لو قناتي دي عدت ال100 مليون ده مش هيحصل طبعا، بس عمري ما هنساكي. حد محترم جدا، دايما بتكتبي لي كومنتات. انا مش عارفه بصراحه يعني، قناتي اصلا مفيش فيها حاجه تلفت اي حد ولا اي حد يشترك فيها. غير كده انا اساسا مش عارفه اعمل روتينات يعني، لان شقتي اساسا متبهدله كلها فاضيه ومتكسره وكده، كنا بنعدل فيها كهرباء وجبس وكده، فهي لسه هتدهن. يعني ما فيش اصلا، مش عارفه اعمل روتينات يعني. كمان من حظي ان انا لما نويت خلاص، واللي هو خلاص بقى حماسي خدني ان انا اعمل القناه وارجع اشتغل عليها كده، كانت الشقه عندي متكسره، ما عرفتش اعمل حاجه. كمان ان انا اساسا متعطله ان الراجل بتاع الدهان اصلا ما جاش، المفروض يجي، فما فيش حاجه كمان عندي في الشقه اصورها يعني، خلاص عملت كل حاجه وطلعت كل حاجه. وغير كده برضو انا زي ما قلت لكم بصور وبركن واصور واركن وارجع بعد كده اقول طب ما انا عندي جديد اعمل من القديم ليه، وهكذا. فلو هي قناتي ان شاء الله ظبطت يعني انا هبدا اعمل جديد. واركن بقى القديم خلاص كله امسحه، لان عندي الكمبيوتر وعندي التليفون اتملوا يعني فهو ايه كده. فالمهم انا فيعني لما بلاقي حد بيقول لي والله كومنت حلو بشجع فعلا وبنزل روتين، مش عارفه بصراحه هو روتين يعني، هو هل الروتينات اللي انا بنزلها هي فعلا حلوه يعني، ولا هي مش عارفه جبر خاطر بقى، ولا لو في حاجه وحشه بصوا قولوا لي يعني، والله انا من الناس اللي بقبل النقد عادي جدا. فانا زي ما قلت لكم هنا طلعنا على السطح وعملنا الفراخ المشويه. بحب انا طلعت السطح جدا على فكره، بحس فيها كده اللي هو بهدوء وراحه وهدوء اعصاب وكده. وكمان تتبيله الفراخ دي والله العظيم انا نزلتها قبل كده، جابت مشاهدات حلوه الحمد لله، وهنزلها لكم تاني بطريقه احسن. لان انا ما كنت بصور قبل كده يعني، كنت بصور اللي هو مش ببقى ماسكه تليفون بايدي وبعمل بايدي التانية، ما كانش عندي الستاند. فانا الحمد لله جبته يعني، فصورت لكم التتبيله بطريقه افضل شويه. برضو انا برضو اكيد مش احسن حاجه يعني، لسه برضو ده انا في الاوائل الفيديوهات، كل حاجه في الاول بتبقى برضو مش احسن حاجه يعني. فعملت هنا، احنا لما باجي اشوي بعمل فراخ وبعمل جنبها اجنحه، احنا بنحبها بتبقى جميله جدا، بتشرب التتبيله جامد كده، بيبقى طعمها كله تتبيله يعني بعكس الفراخ. رغيف الحواوشي اللي انا كنت حطاه ده حواوشي انا بعمله في البيت برضو، بعجنه بعجينه كده واعمله. برضو حلو جدا، صورته هنزل لكم ان شاء الله الفيديو بتاعه برضو. فهنا انا بشوي وبحط الفراخ وبحط عليها بغطيها واحط عليها عيش عشان تحتفظ بسخونيتها وما تنشفش وكده. كمان يا بنات لما تيجوا تحطوا، انا بحب اي حاجه سخنه احطها في اي حاجه بلاستيك، بحب احط تحتها يا اما عيش او مناديل او ورق. انا عندي ورق كده اللي هو بتاع الطبعه اللي بيبقى جاي فاضي ابيض خالص، او ورق زبده، او الحاجات دي برضو بستخدمها. وبنحب نقمر عيش بقى ونعمل شويه طحينه، شويه سلطه بابا غنوج كده. مثلا شويه سلطه حمراء. بس المره دي بصراحه من حسن حظي لما جيت اصور ما كانش في اي حاجه غير الطحينه انا ببقى عامله حسابي قبلها، بنزل يعني بروح السوق وكده بجيب الطلبات بتاعتي. المره دي ما كنتش عامله حسابي، فتبلتها بالليل. جوزي قال لي قمت مطلعه الفراخ متبلاها على اساس ان احنا نطلع تاني يوم ننضف السطح، فقلت بالمره ايه ان انا اعمل الفراخ يعني المشويه دي، احنا بنحبها بصراحه، وقعده السطح بتبقى حلوه في الاكل فوق يعني. وقمرت العيش وكده. رغيف الحوش ده اللي كنت انا حاطاه من شويه ده كان متبقي من امبارح، وسخنته على الفحم كده واديته العيال بقى ياكلوه، هم قاعدين مستنيين الاكل. فاحنا خلصنا الاكل وبعدين اكلنا ونضفنا بقى يعني نضفنا جزء، وكل فتره كده او كل جمعه مثلا نطلع نعمل اكله فوق على السطح وننضف جزء تاني. ان شاء الله باذن الله اما نبدا نعمل روتينات مع بعض والاقي في تفاعل كده، ان شاء الله باذن الله هنعمل حاجات احسن من كده، وهظبط السطح معاكم وكلام زي ده. عايزه اقولك كمان، هي قناتي صغيره وكده بالنسبه لاي حد طبعا يعتبر ولا حاجه، بس عايزه اقول لكم والله انا حاسه ان انا يعني عملت حاجه انجاز واعجاز كده، ان انا وصلت للي هما 400 وشويه متابع مشترك دول،
او ان انا نزلت الكام فيديو دول، يعني اللي هو ايه، حسيت بنفسي. انتوا عارفين لما حد يعمل حاجة ويلاقي فيه مقابل يعني، او في حد يعني حابب اللي انت عامله، او حد مقتنع معاك، دي لوحدها اصلا احسن حاجة. يعني مش شرط يبقى الفلوس، ان يبقى في فلوس، او ان انا ابقى اعمل عشان هدف الفلوس، لا. انا اصلا يعني بصوا، هي انا في بداية الجواز، انا عايزة اقول انا من الاقصر. يعني اعرفكم شويه عن نفسي، كل مره كده اديكم جزء اعرفكم فيه عن نفسي. انتوا طبعا هتبقوا عيلتي التانية، ف هتعرفوا كل حاجه عني ان شاء الله يعني. بصوا، انا من الاقصر ومتجوزه في المنصوره. واصلا عمري ما طلعت من بلدي، يعني غير وقت الجواز بس اللي انا كنت طلعت من بلدي ورحت بلد تانية، او سافرت او ركبت قطر، كانت اول مره اللي هو ايام الجواز دي. ففي بدايه الجواز كان الموضوع بالنسبه لي مرهق جدا يعني. حتى كمان نصيحه مني لاي واحده بتسمعني، لو انت يعني جالك حد بعيد تقدري ان انت تستغني عنه وتعيشي تتجوزي حد قريب من اهلك، اعملي كده. لان الموضوع بيبقى مرهق جدا جدا. طبعا الحمد لله جوزي معوضني عن كل ده، ربنا يبارك له. بس برضو الموضوع مرهق جدا في حاجات كتير يعني. صدقيني الفرحه نفسها مش هتحسيها، يعني هتبقي انت عايشه ممسوحه، اللي هو مفيش ليكي ذكريات. عيد مش بتحسيه لان مفيش ليكي اي ذكريات. احنا طبعا الواحد كل ما بيكبر بيفرح بالحاجه بذكرياته، يعني لما بيكون في عيد بيروح مكان بيفتكر كان بيعمل ايه فبيفرح. اما بنكبر بنبقى عايشين على ذكرياتنا، مش ان احنا بنفرح بالعيد. احنا اما بنكبر ما بنفرحش على فكره، بنفرح بالذكريات، بنفتكر الحاجات اللي كانت بتفرحنا فبنفرح. لما انت تتجوزي بعيد مش هتلاقي اي حاجه من الحاجات دي، هتعيشي ان انت اللي هو عايشه ممسوحه. بتفرحي للحاجات الجديده اللي بتحصل، بتفرحي بعيالك، بتفرحي لما عيالك يبقوا حلوين، يبقوا كويسين، ينجحوا كده كده، يبقوا حلوين بصحة حلوة، جوزك يبقى ينجح في حاجة او كده، تعملي حاجة في شقتك. ولكن اي حاجة قبل كده لا، مش هتفرحي. وغير كده احنا لما بنكبر فرحتنا بتبقى قليلة شوية، يعني حتى لو عملتي احسن حاجة برضو مش هتفرحي قوي، مش زي قبل كده. فهتبقي عايشة زي ما قلتلك ممسوحة. بالنسبه للبس اللي لابسينه عيالي دول ما تركزوش، لان انا بسيبهم كده، قلت لهم ايه يعني، انطلقوا براحتكم عيشوا. فبيحبوا يقلدوا بقى التلفزيون والكرتون والحاجات دي وما هنا جوزي بيقول الاكل جميل ومش عارفه ايه كده عشان تسمعوه، قال لي سيبي الفيديو، فانا ما حبيتش بصراحه اسيبه يعني. فهم فرحانين بقى ومبسوطين وكده. بيحبوا هم الحاجات دي يعني. بس فعايزه اقول لك بقى ان كان الموضوع مرهق بالنسبه، اللي هو كان وحدة بقى. واللي هو بقى فجأة لقيتي نفسك انتقلتي من عالم لعالم آخر. يعني ناس، احنا تفكير، ورحت لناس تفكير تاني خالص. يعني احنا عالم دماغ، كون وهما كون تاني خالص، بجد والله مش ببالغ. تفكيري مختلف تماما، كلامي مختلف تماما، انا غيرت كلامي عشانهم. عشان برضو عيالي يبقوا واخدين نفس اللغة بتاعتهم، فلما يجوا يتكلموا ما حدش يقول لهم انتوا منين وكده. ولكن انا لغة الصعيد صعيدي اساسا، لو عايزين نتكلم لكم الصعيد اتكلم عادي برضو. فالمهم بقى كان موضوع مرهق بالنسبه لي، فكان في ملل رهيب. فالمهم انا طبعا قلت يعني عايزه اشغل نفسي باي حاجه، فعملت مشروع اللي هو عملت تورت، موضوع اللي هو مشروع التورت والجاتوهات والحاجات دي من البيت. الحمد لله نجح معايا جدا، ولكن كان مرهق جدا جدا. زي ما قلت لكم انا لوحدي خالص يعني، ما فيش. وكان معايا بنت صغيره لسه خالص يعني، لسه كان لها شهور. وكان الموضوع مرهق، استمريت فيه شويه حلوين. وبعدين حصل نصيب اني حملت تاني وكده برضو. لما جيت ولدت وكده ما قدرتش ان انا اكمل، فوقفت. ولا كان الموضوع مرهق جدا بالنسبه لي. حاولت ان انا ارجع تاني، بس مع التعب اللي كنت بحسه ما حبيتش بصراحه ارجع. بعدين عملت على طول موضوع القناه بتاعه اليوتيوب دي. انا كان نفسي اعمله من زمان، من اول ما اتجوزت، ولكن ما كنتش اعرف اعمل اي حاجه يعني. كان التليفون اللي معايا بصراحه مش مساعدني، وغير كده ما كنتش بعرف امنتج ولا الكلام ده خالص يعني. فلما انا بدات اعرف شويه من 3 سنين يعني، كنت بدات اتعلم شويه وابحث وكده، وعرفت ان انا طريقه المونتاج والكلام ده. فالمهم حبيت ان انا اعمل القناه. عملتها من حوالي 3 سنين، نزلت كام فيديو. وبعدين برضو الموضوع كان مرهق بالنسبه لي. كنت اعمل الفيديوهات زي ما قلت لكم كده، واجي وقت اما التسجيل اقول طب خلاص بكره، طب بعده، طب شويه. كان الموضوع بيبقى برضو بالنسبه لي اللي هو ببقى محرجه. الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لي. فالمهم رجعت برضو بعد فترة، اللي هو الأيام اللي عدت دي، حبيت إن أنا أعمل القناة تاني. بالصدفة يعني. كنت أنا نازلة على السلم والله أودي بنتي المدرسة، لقيت اليوتيوب بعتلي إني في فيديوهات عندي عدت عدد معين من المشاهدات. انا كان نفسي اساسا ارجع اعمل قناه. فلما لقيت القناه بتاعتي فتشجعت بصراحه وفتحتها، وقلت اكمل عليها واتوكل على الله، واللي فيه الخير ان شاء الله ربنا يقدمه. عادي اذا كان ده او ده. موضوع التورت انا كنت تعبت فيه جدا وارهقت فيه جدا، وحاولت ان انا اتعلم احسن حاجه، ووصلت لاحسن حاجه الحمد لله. بس برضو ما كملش وما زعلتش يعني، قلت اكيد في احسن من كده. ولو القناه ما نجحتش ان شاء الله تنجح بيكم برضو، هيبقى ربنا شايل الاحسن من كده ان شاء الله.
ففي حاجه برضو تانية اساسا عايزه اقولها لكم. يعني انا كنت منزله كومنت في عند واحده، يعني قناه انا حد انا بحبه جدا ومتابعاها من زمان جدا من بدايه ما بدات اساسا، وحبيت كتبت كومنت كده اللي هو كنت ايه يعني بطلب متابعين اللي هو يعني حد يشترك في قناتي وكده. ففي ناس كتير بصراحة اشتركت في قناتي، معرفش اشتركوا ازاي والله، بس اتفاجئت. لا بجد اتفاجئت جدا ان معقولة يعني كومنت، انا ما كنتش بنزل اي كومنتات على اي حاجة ان حد يشترك في قناتي، انا كنت بنزل بس فيديوهات وخلاص. بجد اما لقيت كمية الاشتراكات دي يعني استغربت، ما كنتش متوقعة اطلاقا اني يعني بجد في خلال 3 ايام او 4 كنت انا عديت 400 مشترك. وانا كان عندي حوالي 200 وشوية، يعني بصراحة يعني حاجة رهيبة. انا قعدت في ال3 سنين جبت ال200 وشوية في 3 ايام جبتهم. حسيت ان فعلا الدنيا حلوة، وان ممكن يكون ربنا بيديني يعني امل كده ان هي انتي رزقك هيكون في الحاجة دي يعني، فانا اعملها يعني. طبعا كلنا بنعمل مشروع واتنين وتلاتة، ممكن ينجح ممكن ما ينجحش، ولكن في الاخر ربنا بيبقى سايب لك رزقك في مكان معين، لازم ولا بد ان انت هتوصلي له. يعني ممكن بدري ممكن بعدين، ممكن تجربي رزقك ده من اول حاجة تعمليها يبقى ربنا رايد لك كده، ولكن في الاول وفي الاخر هو ربنا رايد لك رزقك عن طريق حاجة معينة. فانا عامة يعني في كلتا الاحوال هو الرزق بيبقى او اكل العيش او اللي هو الشغل والحاجات دي بتبقى كل الحاجات دي بتبقى صعبة. الرزق الحلال والاكل الحلال ده بيبقى اختبار من ربنا، ان انت قدامك الطريق السهل اللي تجيبي بيه فلوس ولكن هي حرام، وقدامك الطريق الصعب ان انت تجيبي فلوس ولكن هتبقى حلال. فانت في ايدك تختاري اي طريق، ولكن الصعب انك تجيبي فلوس حلال ده بيبقى الصعب. فهو بيبقى ده بيبقى اختبار من ربنا يعني، فاحنا الحمد لله بنختار الصعب وبنعمل مشاريع ونروح وبتيجي والحمد لله. اهم حاجة ان ربنا مبارك في حياتنا، وخلاص يعني هي اهم حاجة البركة والله العظيم. فكنت حد يعني كتب لي كومنت بيقول انا بستغرب ان انتوا بقيتوا بتشحتوا انا كنت اول مره في حياتي والله انزل لحد اطلب يعني اساسا ان حد يشترك لي وكده. انا من الناس اللي بتحرج، انا اصلا بتحرج اتكلم على الروتين اللي انا عاملاه يعني، وانزل فيديو. انا كنت ممكن انزل كل يوم فيديوهين وكده، وكان هيجيلي مشاهدات كتير ومتابعات كتير ومشتركين وكده. فلقيت حد بيقول يعني انتوا احفظوا ماء وجوهكم، ما ينفعش كده، ده السم في العسل، انتوا بتشحتوا مش. على فكرة يعني هي بصي حفظ ماء الوجه لما انا اطلع محترمة على قناتي واخد الطريق الصعب اللي هو انا ابدا اعمل مونتاج بالساعتين، وان انا اقعد اصور واقفل واصور. وطبعا مع شغل البيت، وشغل البيت اساسا لوحده بيبقى صعب، وان انت تبقي عامله اكله وبتصوري وممكن حاجه تقع منك وممكن حاجه تتحرق، الموضوع والله العظيم مش سهل. فده اللي هو الصعب ده بقى حفظ ماء وجهي. انما لو انا عايزه الطريق السهل، كان قدامي ان انا اطلع بوشي وان انا اعمل حاجات زي اللي بتتعمل طبعا كلنا عارفينها. مش بتكلم عليا انا بصفه خاصه، بس بتكلم عامه على الناس اللي هي بتطلع تطلب ان الناس تشترك في قناتها. دي الناس دي كان قدامها طريق سهل، بس هي اختارت الطريق الصعب، ان هي بتطلب يعني بتقعد تلف 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 كده على كل الفيديوهات، تطلب ناس تشترك في قناتها، وممكن يشترك واحد او اتنين او تلاتة، وبتحاول مرة واتنين وتلاتة. هي برضو عشان تحفظ نفسها وتعف نفسها وتاكل بالحلال، برضو ان هي بتعمل فيديوهات انتي ما تشوش عنها اي حاجة غير بتقدم لك محتوى كويس، ما فيش فيه حاجة وحشة. يعني ده ايه الفلوس الحرام في كده او ايه الوحش في كده ان هي بتطلب حد يتابعها ويشترك في قناتها؟ ما هو اي منتج او محل او كده بيروج له يعني، وبيعمل له دعايه واعلان، وبتلاقي الناس بتوزع عليك ورق ان في محل في المكان الفلاني الفلاني وكده، وانت بتروح له بقى. يعني اصلا الناس هتعرفه ازاي؟ تمام. فيعني انا والله العظيم من الناس اللي لما بلاقي حد قناه صغيره بشترك فيها، اما بلاقي حد عامل حاجه كويسه بقعد ادعي له واشجعه. لو لقيت حد عامل حاجه مش عجباني ما بتكلمش، يعني يا بنصح بالكويس يا ما بتكلمش، لان انا ما اضمنش ظروف حد. والحمد لله يعني كلنا دلوقتي كلنا بنمر بظروف، وكلنا عندنا مشاكلنا وكلنا. فالمفروض ان احنا زي يعني طالما عندنا المشاكل وكده بنحس ببعض شوية، ما يتمنى ويسعد كل الناس ان شاء الله يا رب. يعني لو حد ربنا كرمه يعني مش بياخد من حد تاني، هو كل واحد له رزقه وكل واحد بياخد رزقه، محدش بياخد من حد. لو حد افتقر او حد اغتنى مفيش حد هيخسر ولا حد هيستفاد. فهو ربنا يصلح حال الناس جميعا يا رب. وهنا بقى انا كنت زي ما قلت لكم ندخل بقى في الروتين بقى شويه. غسلت الحوض لانه طبعا ما كناش طلعنا فتره جامده. غسلت الحوض غسله كويسه كده، والفوطه دي انا واخداها فوق، يعني انا واخدين فوق شاي واخدين فوق سكر زي ما قلت لكم وكده. وغسلت المواعين بقى وبتاع ونزلت كمان كان في شويه حاجات في الحوض كده جبتها برضو غسلتها فوق. بصراحه كان الغسيل فوق مريح شويه، يعني مش خايفه على اي حاجه، قاعده بغسل بقى وطرطش في الميه. بصراحه الصيف بالنسبه لي متعه، بالنسبه لي من يوم ما اتجوزت يعني بالنسبه لي حلو جدا.
في بلدنا ما كناش، انا ما كنتش بحب الصيف خالص، كان بالنسبه لي الشتاء هو اللي متعه، كنا بنستناه يعني. انا هنا بصراحه بفضل احسب يعني للشتاء ده باليوم، بحسب للصيف باليوم، ببقى خايفه الشتاء يجي. فهو الصيف بالنسبه لي ربنا يديمه يعني بامانه، جميل جدا جدا. فالمهم خلصت بقى، وصلت كل حاجه ورصيت كل حاجه كده، وقلت بقى اما نجيب الكاتل نعمل لنا كوبايتين شاي. وقعدنا على السطح بقى. انا بالنسبه لي كوبايه شاي الصبح دي مع بسكوته، او مع اي حاجه بقى، مخبوزات او حاجات من بتاعه البيت. برضو وبتاعه العصر بعد العصر دي بالنسبه لي دي شيء اساسي يعني. حياتي مش يومي كده مش بيعدي من غيرهم. ان شاء الله باذن الله اما ابقى اعمل الشقه عندي اظبطها وكده، وادخل المطبخ واعمل لكم روتينات. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم والله يعني حاجات حلوه جدا، هعمل لكم بسكوتات وهعمل لكم بيتي وكحكات وحاجات زي دي. انا واثقه ان الحاجات دي هتعجبكم والله، هتجربوها هتعجبكم 100%. يعني لو في اي غلطات في الفيديو عرفوني. الفيديو انا عارفه انه ضايع والله، يعني بالنسبه لكلامي ضايع في مكان والروتين في مكان، وبالنسبه انا مش عارفه بصراحه يعني. فهو واحده بواحده والله، انا واثقه ان شاء الله انه هيبقى احسن بيكم. انا بنزل بس فيديوهاتي يعني عشان ايه، يعني تبدا القناه إن هي ايه تبدا تعرض يعني فيديوهاتي وكده. فما توقفش عرض لها، وفي نفس الوقت يعني ايه اللي هو بعود نفسي برضو ان انا لما ابقى اجي ابدا اعمل روتينات في الشقه بقى، ابقى عارفه ان انا اتكلم، ابقى عارفه ان انا اسجل، ابقى عارفه انزل فيديوهات كويسه وكده. وبرضو كل فيديو هقول لكم شكرا جدا لكل الناس اللي مشتركه عندي، اللي انا اساسا يعني عارفه مفيش عندي اي حاجه حد يشترك عشانها، بس انتوا مشتركين جبر خاطر. ربنا يكبر بخاطركم يا رب، ويسعدكم ان شاء الله سعاده لا منتهى لها يعني، ويحقق لكم كل ما تتمنوا، ويسعدكم بكل اللي انتوا بتتمنوه كده، بتحقيق اللي انتوا بتتمنوه ان شاء الله. هنا بقى انا جبت المقشه دي عندنا في الصعيد اسمها مكنسه على فكره، هي هنا عندكم اسمها مقشه، معرفش انتوا بتتابعوني منين بالظبط. اكتبوا لي بقى انتوا بتتابعوني منين، يعني هل انتوا من الصعيد من يعني تبعي انا، ولا انتوا من المنصوره تبع جوزي؟ ففي كلتا الاحوال انتوا تبعي يعني، انا واخده البلد من اولها لاخرها. فانا هنا بقى كنست الحته وظبطت الحته دي عشان نقعد نشرب فيها الشاي. كنستها كنسه حلوه كده، ورشيت شويه ميه عشان التراب برضو ما يبقاش يعني يتطرب علينا وكده. جوزي بقى يقول لي انت بترشي ميه هتعك الدنيا وبتاع، قلت له لا انا برش بس عشان التراب واحنا بنكنس ما يبقاش يعني يتطرب علينا. احنا هنطلع ان شاء الله باذن الله على السطح الايام الجايه باذن الله، بس بعد ما نخلص من الشقه وهنبدا نظبط فيها، ننزل في السطح ونعمل الزرع بقى، ونرجع بقى نحط الكراسي ونظبط الدنيا كده ونعمل الترابيزه. وتطلعوا معايا بقى كده على السطح، ناخدكم بقى جولات على السطح. الناس بتروح جولات في بلاد اخرى واحنا بنروح الجوله بتاعتنا، اما اطلع على السطح دي الجوله بتاعتي. يعني زي ما قلت لكم انا ماليش اي حد هنا، فانا اقصى حاجه ليا ان انا اطلع اروح اجيب طلب، يعني اقصى جولاتي دي اروح اجيب طلب وارجع، وان انا اطلع على السطح اجيب طلب، نقعد على السطح نشرب كوبايه شاي وننزل بس. كمان يعني بلدي انا ما رحتهاش اصلا، يعني متجوزه بقالي 8 سنين، ما رحتش بلدي غير تقريبا 4 مرات. وكمان عيالي اصلا ما يعرفوش يعني، ما شافوش اهلي غير قليل جدا يعني. انا بعد الجواز حصلت مشاكل يعني مع اهلي وكده، ما رحتش. برضو عايزه اقول لكم بما اني يعني اتكلمت، عايزه اقول لكم بصوا ما تامنوش لحد، ما تامنوش لاي حد في الدنيا، اي حد في الدنيا ما تامنلوش. لان انا بامانه يعني اتأذيت جامد جامد من اقرب حد ليا يعني. هي كانت حد مش هقول هي مين بالنسبه لي، بس هي كانت تعتبر امي يعني، هي كانت مربياني، كانت زيها زي امي يمكن اكتر شويه. ف يعني خانتني خيانه جامده. لما انا اتجوزت كان عندي ذهب كتير، فالمهم هي طلبته ان هي يعني ايه تعمل حاجة وبعدين تبقى ترجعهولي تاني، وكان في بعض الاتفاقات، بس الاتفاقات ان هي هتعمل حاجة وهترجع لي دهبي جرامات تاني. بس لما هي خدته الدهب غلي غلي جامد يعني، فهي استكترت بقى، قالت لي طب انا ايه ذنبي، مع ان احنا متفقين ان انا ماليش دعوة، انا هاخد انت هديكي دهبي ليكي كده، هوزنه ونشوف وزنه كام وهترجعهولي بوزنه. اتفقنا على كده واديتهولها عشان بعزها، وبعدين خدت دهبي ما رجعتوش ليا. فحصلت مشاكل طبعا بين جوزي وبينهم وبين اهلي، فطبعا ما بقتش انزل يعني وكده. كمان اصلا يعني جوزي في ظروف، عنده ظروف يعني ما بيقدرش يشتغل وما يقدرش اللي هو يعمل مشروع وكده، في ظروف صحية. فهي قبلت ده على نفسها، وان الدهب ده كان بالنسبه لنا كل حاجه يعني. الدهب بتاعي ده كان اللي هو بقى بالنسبه لجوزي يعني، وبالنسبه لنا اللي هو كل حاجه فيما بعد، اللي هو يعني امان لعيالي، امان ليا للمستقبل، لكل حاجه. لان احنا يعني ما كانش يعني ما كناش عارفين هنعيش ازاي، لان كان معظم اعتمادنا على والد جوزي يعني.
وطبعا دي مش حاجة حلوة ان انت تبقي معتمدة على حد تاني يعني. فكان ده كل اماننا يعني في الدنيا هو الذهب، ولكن هي خدته قبلته على نفسها. ولكن الحمد لله، الحمد لله يعني ان هو ما جاش في حد من عيالي او في جوزي او فيا، مش مشكله، الفلوس بتتعوض والحمد لله. ولكن اللي بيوجع يعني ان حد قريب لك يخونك. والحمد لله انا مش عارفه بقول لكم كده ليه بصراحه، بس جايز يكون يعني ايه حد يعني عظه لحد او كده، انكم تخلوا بالكم ما تامنوش لحد. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. وكده كنا في اخر اليوم، جوزي ربنا يبارك له يعني جاب لنا شويه حاجات كده، وبناتي قاعدين يقول لكم احنا بناكل كذا واعملوا لايك واشتراك. بصراحه ما سبتش صوتهم يعني. وقولي لي رايكم في روتين، وان شاء الله يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله.